يلا حبايبي، صباح الخير، صباح العافية، صباح الورد. أول مرة ينزل لي روتين أصوره الساعة 4 الصبح. قبل ما نبلش الفيديو نصلي على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وتعالى أشوفكم بعد شلون الجو بعد أظلم. وهنا أنا حبايبي يعني بعد الجو كلش بعد أظلم، يعني الساعة 4 بعد حتى الآذان ما مأذن هاي أول سحقة عالريق منايمة لحد هسه منايمة. يعني شايفين واحد من يريد يطلع طلعة يريد الزيارة أو يروح المكان ما يقدر ينام، هاي أنا تصير وياي. فالساعة 4 واني ما غمضت عيني أبد. فقلت خلي أقوم أشغل الصوبة وأسوي ريوق، لأن أنا ما ماكلة من هدي البارحة مال الفطور، بحا صايمة ومن هدي الفطور مال البارحة يعني لحد الآن كل شي ما ماكله. فقلت آكل لي لقمة وأحضر كم شغلة أنا وياكم. فقبل ما نبلش كل شي صلوا على محمد مرة ثانية، وخلوا لايك واشتركوا بالقناة، ويلا تعالوا نكمل الفيديو. وهنا أنا جهزت حبشكلاتي اللي هي الجبة اللي راح ألبسها والشال مالتي والجنطة أهم شي والجزدان اللي بفلوسي والمرطب ما شفه ضروري ضروري آخذه وياي بكل مكان. أكثر وحدة تعاني من تشققات وجفاف بالبشرة اللي هي زينب. مرطب بكل مكان يروح وياي. هذول العطر والمعطر ما راح آخذهم، بس راح أخلي من عندهم أكيد، يعني واحد من يبدل يخلي فد عطر ومعطر ونبلش ننطلق. هسه وين نروح نسوي الريوق. شوفوا هاي الجبة اللي راح أروح بيها كلش أحبها، هي كلش عريضة، بس هنا أنا طبعا يعني لامتها، بس هي بالحقيقة كلش عريضة ومريحة. وراح أخذ وياي عباية هناك للصلاة من نوصل للزيارة ألبسها. فيلا نروح نكمل الريوق. عطر شاليز هنا بين ما بدلت وكملت نزلت لقيت الحجية مسوية ريوق، طاقت لها بياض ومخدرة شاي وحاطة الخبز مالتي، قالت خلنا ناكل لنا لقمة ونطلع. لأن أنا صادفت بيومها قبل يوم صايمة، يعني من هدي الفطور ما أكلت بعد شي. من ناس ثاني يوم ناس صراحة هم ما أكلت، يعني بس على مود شاي. تعرفون واحد من يطلع شلون يصدع وكذا، واحنا رايحين طريق طويل. اليوم الفلوق يجنن، فكملوا للنهاية. شوفوا وين النصبة السفرة بالمكان اللي طبت بيه، وشوفوا وين رحت يعني المكان يجوز انتوا تعرفونه، بس انا بالنسبة الي صراحة حسيته مكان كلش غريب. مكان يعني تحسين تباعين انه باع الدنيا شقد صغيرة. ما اعرف يعني جسمي كزبر صراحة من وقفت بهيج مكان عالي. انا لقينا الكوستر واقفة، صارت الطلعة تموت، يعني لما مال مجموعة مال نسوان تجنن. ف3 كوسترات، يا رب اتهنى بهاي الزيارة يا رب. يعني 3 كوسترات طلعا طالعة وحدة. صار لي فترة كلش طويلة ما رايحة للنجف. وبنفس الوقت رحت الزيد ابن علي سلام الله عليه، راح يشوفون بعدين الفيديو بالنهاية. سبحان الله صار ثاني مرة أطيب بهذا المكان أني، يعني كل ما أوقع بمرض قوي أو شدة قوية أطيب بهذا المكان. هسه هنا بعدنا بس طلعنا أذن الآذان، طلعنا بعد الآذان ما مأذن. فالنسوان كلها قالت لازم نصلي، يعني احنا رايحين نروح طريق اوكي صلاة ما نصلي. قالوا لهم يابا راح ننزلكم على الحسينية. لقينا حسينية على طريقنا، نزلنا صلينا بيها. نزلت النسوان كلها فصلينا وكملنا. وهنا اللي يصلي يصعد بوجهه. قلنا حتى نلحق لين صارت الساعة 6 يلا حركنا، يعني 6 يلا انطلقنا، انه احنا خلصنا صلاة بالحسينية وطلعنا. هنا أنا كملت وطلعت. قلت حتى شنو أروح أرجع بمكاني، لا يروح مكاني ينوخذ وأنا إذا تطلعيني طلعة خليني يم الجامع. إذا أقعد بالنص لو أقعد بغير مكان حبايبي أموت أختنق، ما أقدر يعني. لو أقعد يم الجامع لو ما أقدر أصعد. شوفوا هاي الكوستر مقابلنا وإحنا الكوستر اللي صاعدين بيها. وهنا انطلقنا والجو بعده أظلم، يعني هنا الساعة 6 بس الدنيا كلش ظلمة. سبحان الله. بس كانت يعني طلعة تجنن، شفت بيها هواية شغلات، شفت بيها هواية أمور. بزيد بن علي شفت العرايس كومة، هناك بالنجف شفت أمور. يعني أني إذا تقولوا لي أكثر مكان ترتاحين بيه زينب، راح أقول لكم إنه هي من أروح للإمام علي، وخاصة تحديدا من أزور مقبرة وادي السلام. تعرفون حبايبي طاقة الصدور عليكم بزيارة القبور. مرات هواية اكو بنات يعطون في فويس ستوري نزلت أنا أحفظ ما نزلت هذا المكان أخاف منه، لا تخافوا. لا بس ليش أخاف؟ أنا أكثر مكان
طبيعية أنا بالنسبة لي. فهنا أنا شوفوا هذا المكان حبايبي شقلكم، هنا وقفت كل شي بعيني، وقفت الدنيا بعيني كلها. هذا المكان حيل عالي، هذا شوفوه ذاك الضباب الأخير هاي البحيرة، يعني هنا البحر الميت كلكم تعرفونه. فهنا وقفت على النهاية أنا على هاي مثل الجبال مهدمة، يعني هي عبارة عن رمل. هنا حتى هنا أنا قلت من رجعت للبيت أباوع بالفيديو أنا شلون وقفت بهذا المكان. والله حبايبي بالبيت يعني قلت أنا شلون يعني مسافة تقريبا هيجي كم شبر بين وبين نهاية المكان إنه تباعين لي جوا. ترى يعني هنا مكان كلش عالي، بس بالتصوير يعني ما مبين الحقيقة ظالمة، والدليل إنه بعد أشجاره شلون تبين صغيرونة. فهذا المكان كلش أثر بي صراحة، مو واصلته نهائيا، هاي أول مرة أوصل لهيجي مكان. ليش أحب دائما أزور النجف؟ لأن أحس إنه من أروح هناك راح أشوف يعني دائما إنه واحد من يريد يتعظ يروح هناك ينتبه على نفسه، يحس إنه الدنيا إيش قد صغيرة، إنه هاي الدنيا اللي إحنا كاتلين نفسنا عليها ونحكي ونعارك ونطالب ونخشن قلب المقابل ونسوي هواي أمور، وإحنا نهايتنا ما ناخذ شي من هاي الدنيا، نروح لهذا نهاية مكاننا، إحنا كل شي ما ماخذين ويانا غير نوصله البيضة. فحبيت أصور لكم هذا المكان، يعني كلش أثر بيا الصراحة. يجوز التصوير ما منطيكم حقه وما مبين بالحقيقة، بس انتوا لو توقفون بهذا المكان العالي وتشوفون هاي الشغلات قد جواكم، البحر الميت من بعيد يبين عبارة عن مثل السراب بس ضباب، والمقابر تبين كلش صغيرة وعبارة عن رمل متفلش، يعني تقولون ما أعرف والله، يعني صراحة كلش أثر بي أنا هذا المكان. جوز راح تحسوني شوي مثل بالغت بهذا الشي، بس بعد أنا هذا اللي حسيته. فحبيت أخذ لكم هيك كم لقطة وأسولف لكم على هذا المكان الغريب اللي أول مرة بحياتي أزوره. فإذا أنتوا زايرين كتبوا لي بالتعليقات إذا واصلين لنهاية البحر الميت. وهنا حبايبي كملنا، ويعني صار الوقت إنه قريب على صلاة الظهر، فقررنا نرجع للإمام. وهنا أنا صورت لكم أخذت لكم كم لقطة، وإن شاء الله يا رب كل وحدة ما زايرة الله يقسم لها الزيارة. صدق دعيت لكم من كل قلبي، اللي يردون النجاح واللي طالبين الذرية الصالحة، يا رب الله يوفقكم ويسهل عليكم أموركم، إذا كانت إحبالة، إذا كانت دراسة، إذا كانت زواج، إذا كان كل شي عندكم، فكان الدعاء من كل قلبي إلكم. بس ما أسولف لكم، صادفت يوم السبت ازدحام، لا هي ليلة الجمعة، احنا طلعنا على السبت يعني، فالازدحام حبايبي كارثة. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. ما حبيت أقطع صوت الآذان نهائيا، كان أحلى صوت آذان هو داخل ضريح الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني صدق هيجي جسمك يكزبر، يعني تعرفون داخل الضريح وآذان صوته عالي والأصوات تجنن. فهنا كملنا زيارة وصلينا وانطلقنا. وين انطلقنا إلى زيد ابن علي سلام الله عليه، الإمام زيد ابن علي ابن الإمام الحسين. يعني صدق حبايبي ينطم راد، يعني ما أسولف لكم، أنا هاي صار ثاني مرة. أول مرة قبل كم سنة وقعت بشدة ومرض كلش قوي، فافتروا بي أهلي لما ملوا، ما حد طيبني غير صارت يعني هو أكيد رب العالمين ثم أهل البيت. إحنا عندنا حتى ما حد تجي تقول لي هيك كذا وهيك تقولي لا، أكيد إحنا نتجه رب العالمين، ثم من بعد رب العالمين عندنا أهل البيت، لأن إلهم جاهة كبيرة كلش عند رب العالمين، وأكيد إحنا دائما نتوسل بيهم عند رب العالمين. سلام الله عليه. يعني أنا هاي ثاني مرة أجرب هذا الشي. فقبل فترة هم تمرضت، كلكم تعرفون شلون تمرضت وعانيت وقعدت بشدة كلش كبيرة، فصارت الشفاء مالتي حتى ناس قالوا لي فلانة بنت فلانة أفضل ترحين الإمام زيد ابن علي. قلت لهم أنا أصلا زايرته قبل هو الطيب، روحي زوري مرة ثانية
ولا تترددين. وصادفت إنه ما حد قدر ياخذني، فهاي الفترة صادفت زيارة، وكنت أنا أصلا هم يعني أنا مطلوبة أروح أزور هذا المكان، والحمد لله صحت الفرصة. خاص للطلاب كل وحدة وصتني بالدعاء، هاي لزمة الشباك خاصة لكم، ربي يوفقكم ويسهل عليكم امتحاناتكم، وكل وحدة طالبة ذرية الله يرزقها بالذرية الصالحة يا رب، والله يحفظكم ويستر عليكم، وصدق دعيت لكم هنا من كل قلبي يا رب. شكل وحدة عندها مراد إن شاء الله مرادها مقضي. إلا نجحني حسون. أنا هم بعد ما زرنا وكملنا وصلينا صار وقت الغداء، فالنسوان يعني كانوا إنه إلهم نية الغداء يصير داخل الصحن مال الإمام زيد بن علي، فهنا انمدت السفرة وخير وبركة، كل وحدة عندها كان نذر، فمسوين سفرة كلش كبيرة. هنا أنا ما قدرت أصور لين هواية، لين تعرفون الناس قاعدة والنسوان والبنات وكلها ملتمة، فهيك أخذت لكم لقطات على السريع. واللي عندها مراد إن شاء الله تطلب مرادها من هاي السفرة مال الإمام زيد بن علي، إن شاء الله يا رب ما يقصر وياكم، وتجون بعدين تبشروا لي وتكتبوا لي بالتعليقات. كانت سفرة كلش بسيطة بس بنفس الوقت ما شاء الله يعني بهيك مكان وهيك أجواء دينية وسفرة ولمة نسوان يعني ما أسولف لكم كلش كلش حلوة. تغدينا وكملنا والحمد لله والشكر. بعد ما كفوا كل شي هنا أنا رحت لازم أدخل المكاتب اللي يصير داخل الأئمة، كلش أحب الكتب اللي يجيبوها يعرضوها وأسعارها هم كلش حلوة. فهنا جيت أدور على مفاتيح الجنان، أنا عندي مفاتيح جنان وضياء الصالحين صايرين يعني بكتاب واحد، فكلش ما أحبه، أحب الكتاب مال مفاتيح جنان اللي يصير وحدة. فرحت أدور هنا أدور من كثر الكتب ما أشوف، هو موجود قبالي بس ما شفته. بعدين آخر شي لقيته، وشون لقيت كتب حلوة تموت، تفاجأت يعني لقيت كتب زيارات أهل البيت كاملة ناسخيها مسويها هي يعني طباعة للإمام خاصة مسويها بيه. تخيلوا بقد هذا الكتاب مال ضياء الصالحين شوية أصغر، الله لا يكذبني سعره 1000 دينار حبايبي، وكل الزيارات بيه يعني هذا كلش حلو ينحط بالسجادة، فيصير قبالش دائما يصير لك واهس، يعني أنا دائما أخليه بالسجادة وأضوج إذا واحد شاله من السجادة، بحيث كل ما واحد يصلي إنه يصير قبالك قبل يصير لك واهس إنه تقرين الزيارة. فهنا أنا أخذت لي كتابين، إنه رحت رجعت للسيارة شلون تعرفت لي على بنية تجنن وكيوت، فقالت أنا أريد بعد من هذه الكتب، قلت لها دمشي خل نروح، والله رجعنا أنا وياها هنا هم أخذنا لنا فرة واشتريت كتب، يعني اشترينا سوية أشكال شنو اللي يعني يخطر ببالكم تلقونه. أي إمام تروحوا له دائما زوروا المكاتب اللي يسووها، المكاتب اللي يسووها كتب بيها كلش حلوة، شغلات كلها متوفرة، اللي محفظات اللي يصير قاعدة للقرآن، هسه قاعدات التراب، يعني كل هاي الأمور يوفروها. شغلات يعني كلش حلوة، أحسها كل يعني فترة عن فترة جاي تتطور أكثر وينزلون شغلات تموت. يعني هسه هاي حافظات القرآن اللي تندق بالحائط، اللي منضدية بالقاع، اللي ما تترب بعد، احنا وين قبل كنا نلمهن بعلب نحطهن بعلبة حتى الترب ما تتكسر هسه بعد ماكو علبة وماكو حافظة، لو تحطيهن تلمين بالكنتور لو بالجرارة، لا هسه يعني شوفوا هسه راح أصور لكم إياهن. هسه هنا أنا راح نرجع يمكن راح نتعدن بالفيديو ما صورت لكم. تصير هيك حافظات مستطيلة حبايبي تسطر بيها الترب وتتعلق بالحائط، كلش شكلها حلو. وهنا بعد ما كملنا كل شي واخذنا الكتب وما أعرف شنو، قلنا بعد وقت يعني هم عطونا وقت محدد إن احنا ننطلق بيه نرجع للبيت. والله قالت هنا قالت زينب دخلنا ناخذ لنا فرة بالسوق نشوف لنا كم شغلة، خاف نحتاج شي منا السوق اللي هناك يم الإمام زيد بن علي كلش أحبه، سوق بسيط بس بنفس الوقت محلات متروسة، يعني كل شي موجود بيه وأسعارهم حيل حيل مناسبة. تخيلوا هنا تراكسودات الأطفال الواحد ناس تصيح ب1000، ناس تصيح 1500، ناس أغلى شي يصيح بيه ب2.5، يعني شغلات حلوة وبسيطة ورخيصة نفس الوقت. أنا قلت يوم أنا ما أطلع إذا ما أكمل الخبة الحبايب بالسوق مال الإمام أشوف شكو ماكو. هنا أنا ما أكلت صراحة، أنا وأمي ما أكلنا، يعني كنا أنا لقمتين بس على قد الثواب وقمنا. فهنا أنا جينا نشتري لنا كل وحدة تشتري لها كيكة وعصير. قالت لي أمي خذي بيبسي، قلت لها أنا ما أشرب البيبسي، خلي أخذ لي شيبس أفضل.
كفينا السوق كله حبايبي وكملنا، وهنا رجعنا انطلقنا قربنا نوصل للبيت. آخر شي تقريبا هنا صورتكم طلعنا من الساعة بالخمسة الصبح، رجعنا الساعة بثمانية بالليل، يلا طبينا للبيت. كانت طلعة تجنن، أكيد أتمناها لكل وحدة محرومة من الزيارة يا رب. الله يسهل لكم وتزورون هيج مكانات حلوة، والله يحفظكم والله يوفقكم يا رب. حبايبي اللي ما مشتركة بالقناة خد تشترك وتخلي لايك، ولا تنسون القلوب الحمر. أحبكم، انتظروني على فيديو جديد. مع ألف سلامة، باي باي.